كان يا كارو خبات كاني دبستانا ولات كاني شيخين بابي مراد كاني معشوق خزنوي كاني معشوق خزنوي كاني جياي برمزن كاني مرخاس الحسن كدنج خورتو ميروجن كاني معشوق خزنوي كاني معشوق خزنوي كخزنوي كان قشبن كاني مرجيرو لوند كاني شبال كاني هفند كاني معشوق خزنوي كاني معشوق خزنوي كقام شلو كاسر هلدان كاني فرهاد كاني جوان كاقي ورا كاني سوان كاني معشوق خزنوي كاني معشوق خزنوي كادنج على صور زر كاميراني كاني هنر كاني خبات كاني شر كاني معشوق خزنوي كاني معشوق خزنوي دايب ويدنج زلال طافي بشين كاشو نوال سليل ليل وك غزب بعدك بتشاش دلو كذب باتف بزان راست وشاب ابروج روجا خزنوي ابروج روجا خزنوي باتف بزان راست وشاب افروج روجا خزنوي افروج روجا خزنوي كان يا كارو خبات كاني دبستانا ولات كاني شيخين بابي مراد خزنوي ایرو بیرانینا حواله من خوندنه شیخ معشوق خزنوی شیخ شهیدا دیکش معشوق شهيدك قلكي جنج أف أسدو أفلوك حيج كشتن دا 2005 رحمل دور بويا سنج معشوق وكي شيري تشالنج دراج فيكي رنج رنج أفقا إدي حرب وجنج هر شار طراف وداية دنج معشوق توي بطل زمان أي نازكي قلكي جوان شوطات دا هر شار جهان تفصح بي أهل الإيمان خاطر بوي عفوا مهات حينما جيدي أف وفات رحمة وكي آفا فرات قلبي حزين جيرهات خلات معشوق توي كرباد لا قوتن جمن وكبل بلا آهين جدا استقاتلا حملي قران نائم لا يا رب توي ربك وحيد خالق توي أم تبع عبيد ما قيحتا كنجي أكيد حيفيه لين يا فريد يا رب توي ربك مظن أي خالقي إنس وجن ما قيحتا كنجي هبن أفدج مني قنجيت بن ورنت ما شايج الدور معشوق شهيدك نور بنور جيربكن كيف سرور هاي فالي تشار دي بقصور معشوق جمر برفاخرة ظلمة هلاني بوچرا ربي ما ربك قادرة كرتف كرن أهلو برا كرتف كرن أهلو برا
بهور بكن معشوق جمر أف بو في داك معتبر أف بهلوان برهنر ويدا خدا جانو جگر بلكي أوي روح كر فدا باكر خدا ويكر نداء يا رب أزم عبدك شفاء كردي حزين ندي إذا وكفي قصيدة برخشي وك جوهرك باش نقشي أهل الشهيد نكن رشي قن هيل سار وتفوشي قن هيل سار وتفوشي بابي وائل رب العالمين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. صل على سيدنا محمد كما هو أهله. عاملنا بما أنت أهله لا ما نحن أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب ما أرحمك بنا مع عظيم جهلنا، ما أرأفك بنا مع قبيح فعلنا، ما أقربك منا برحمتك وما أبعدنا عنك بأعمالنا. ولا عجب، فمنك ما يليق بكرمك وربوبيتك، ومنا ما يليق بعبوديتنا وقيمتنا. نعطيك فتسترنا، ننساك فتذكرنا، نقطعك فتصلنا، نبتعد عنك فتقربنا. ولا عجب يا رب، يا واحدا ما له في ملكه ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعطي فتسترني، أنسى فتذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني بعفوك كلما تعظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. يا رب، يا من أمنت يونس في بطن الحوت، ونجيت موسى في التابوت، وحفظت الحبيب محمدا بنسيج العنكبوت. استر عوراتنا، آمن روعاتنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبكلمة التوحيد آجالنا، توفنا على الكتاب والسنة وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، من رغب في سنة محمد وسلم، ومن رغب عن سنته غوى وخسر وضل وانفصل. اللهم
صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم صاحب الخلق الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأنهاكم عن معصيته. أما بعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيه كمثل قوم اتهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. سورة عجيبة تلك التي تتمثل في النفس وترتسم في الخيال من قراءتنا لهذا الحديث. إنها النظرة العلمية النبوية البعيدة العميقة، وكأنه ينبهنا من غفلتنا، يوقظنا من نومنا، وكأنه يقول صلى الله عليه وسلم: يا أبناء آدم كفاكم وهما، كفاكم غفلة ونوما، أنتم تنظرون في الدائرة التي بين أيديكم، ولذلك ترون أنفسكم ثابتين مستقرين، ويخيل إليكم أنكم دائمون باقون راكزون ثابتون. كلا، ارفعوا رؤوسكم، انظروا إلى بعيد، تأملوا في هذه الحياة عن بعد، انظروا إلى دنياكم من الأعالي، انظروا إلى أرضكم نظرة الرجل الذي ينظر إليها من خارج الغلاف الجوي. سترون وهمكم، ستتأكدون من حقيقة أمر أرضكم، سترونها غير ثابتة، سترونها غير دائمة، سترون حياتكم العظيمة العريضة جزيئا بسيطا في عالم واسع كثير. سترون كرتكم الأرضية كويكبا صغيرا يسبح في فلك عظيم إلى جانب ملايين الكواكب بل المجرات. ستشعرون عن حقيقة وعن قرب أن أرضكم الواسعة
بكل قاراتها ومياهها هي مجرد سفينة. إنها سفينة كما عبر عنها رسول الله، سفينة تتقاذفها الأمواج وتتدافعها الأعاصير والعواصف، ولا تكاد تسكن لحظة واحدة حتى تراها تضطرب وتتحرك وتتزلزل من جديد. ولن تكتب لأرضكم لسفينتكم الأرضية، لن تكتب لها سلامة ولا نجاة، ولن يكتب لها أمان ولا استواء فوق الموج المضطرب، إلا إذا كان كل راكب على ظهر هذه السفينة على حذر مما يفعل ووعي تام ومعرفة بكل ما بين يديه من حركة وسكون. أنتم إذن ركاب سفينة، وهذه الحياة هي سفينتكم تحمل على ظهرها المؤمن والكافر والبر والفاجر والمتيقظ والغفلان، تحملهم جميعا كلا الى وجهته. غير ان هذه السفينة تتأثر بكل حركة يأتي بها كل راكب على ظهر هذه السفينة، فقد تهتز وقد تضطرب وقد تجنح وقد تتزلزل وقد تهتز وترتعش، بل قد تنحرف في مسارها ذات اليمين او ذات الشمال، وقد تستوي السفينة على الافق حينا وقد ترسو الى الاعماق وتغرق في القاع احيانا اخرى. ولكنكم ومع الاسف تغمضون اعينكم عن هذه الحقيقة وتتناسون سفينة المجتمع وتنسون انكم ركاب على ظهر سفينة. يخيل اليكم انكم ثابتون راكزون مستقرون دائمون باقون خالدون، ولذلك نعصي ونكفر ونكره ونتجبر ونسرق ونظلم ونقتل، نغتاب وننم، نفسد في الارض ونسفك الدماء، الى غير تلك المنكرات التي امتلأت احواض سفينتنا بها. ولو تذكر المستكبر والطاغي والمتجبر، لو تذكر الظالم والقاتل والسارق والمعتدي انه ليس راكزا في مكانه، ليس ثابتا على ارضه، ليس باقيا في مكانته، ليس خالدا في سطوته ووجاهاته، لما ظلم، لما قتل، لما افسد، لما سفك، ولما اغتر بقوته الزائلة، ولا عاد يحمي جبهته لله مصدر القوة الحقيقية في هذا الوجود، يستمد منه القوة والعون والمدد ويستلهم منه الهداية والرشاد. لو تذكر من يفسق ويفجر وينجرف وينحرف انه ليس راكبا على ارض، انه ليس ثابتا على ارض، انما هو راكب في سفينة تنخر عباب البحر، قد تغرق وقد تجنح وقد تنجو، لما كفر ولا ما فجر ولا من جرف ومن حرف، وحسب حسابا لكل خطوة يخطوها
حرصا على نجاته ونجاة الآخرين ممن معه من ركاب السفينة الأبرياء. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وصدق الله العظيم. وصدق الرسول الكريم يوم يشبه حياتنا بالسفينة، يخرقها رجل فيسقط الآخرون فتتدفق المياه إلى حوض السفينة فتغرق ويهلك الناس جميعا. كل ثورات الأرض أيها السادة، كل انتصاباتها التي أجرت الدماء والتي أطاحت بالعروش والتي أثارت الرؤوس، كل الحروب المدمرة التي تأكل الأخضر واليابس بين الحين والآخر وتسمم الحياة من زمن إلى زمن، ليست إلا نهاية طبيعية لخرق في جسم السفينة سكت عنه الآخرون فغرقت السفينة بكل المجتمع. لنذكر أمثلة. بلاد العالم الإسلامي مرت به حالات كثيرة، مر به الإقطاع، مر به الرأسمالية، مر به الشيوعية، مر به زمن نمو القوميات والعنصرية. ولنتأمل في كل مرحلة. حين جاء الإقطاع ربما عانى غيرنا من المسلمين ظلم الإقطاع أكثر منا، غير أن أئمتنا أيضا لم نسلم. حين جاء الإقطاع وقال لكم نحن نملك الأرض والفلاحون فيها عبيد، حينئذ خلقت السفينة غير أنها لم تغرق. لكن حين سكت الناس ولم ينكروا عليهم واستسلم الفلاحون وخدموهم كعبيد، حينئذ غرقت السفينة. حين جاء أصحاب رؤوس الأموال وقالوا إننا نملك المعامل والمصانع ووسائل الإنتاج والعمال فيها عبيد، حينئذ خرقت السفينة. وحين استسلم العمال وتعاملوا معهم كعبيد مع سادة، حينئذ غرقت السفينة. حين قالت أباطرة الشيوعية نحن نملك الأرض والمعمل والمصنع، نحن نملك البلد والوطن، والشعب قاصر، الشعب قاصر عن تدبير أمره وبحاجة إلى أوصياء هم نحن، حينئذ خرقت السفينة. وحين سكت الناس واستسلموا للأمر ولم يتناهوا عن المنكر ما دام رغيف الخبز موجود، حينئذ غرقت السفينة. حين قالت جماعة، طائفة، عشيرة، قومية من القوميات نحن سادة الدنيا، نحن شعب الله المختار، حينئذ خرقت السفينة. وحين استسلم الناس واعترفوا لهم بالأمر وعلموا أن دماء الطهر تجري في عروقهم فقط، حينئذ غرقت السفينة. حين قال رجال الدين أو من نسميهم بالعلماء والمشايخ زورا الذين يقول الرسول عنهم
إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، إنما ينتزعه ويقبضه كما في معنى الحديث بقبض العلماء، فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤساء جهالا. حين قال هؤلاء نحن المتكلمون باسم الله، نحن الذين يجب أن تؤخذ عنا شريعته، حينئذ خرقت السفينة. وحين استسلم الناس وانقادوا لهم وعلموا أنهم يتكلمون باسم الله وتناسوا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حينئذ غرقت سفينتنا. وهكذا غيرهم وغيرهم وغيرهم دائما يخرق فرد، تخرق جماعة باسم السفينة، فنقول لا علاقة لنا به، إنه يخرق مكانه في السفينة وهو حر لا سلطان لنا عليه، فتتدفق المياه إلى جسم السفينة وتغرق بنا جميعا. أذكر أمثلة أقرب هي إلى شارعك. حين يقوم شاب مفتون ينزلق وراء تيار الشهوة يفسد في الحي بحجة أنه حر، والناس يتركونه، لا شأن لنا به، إنه يخرق مكانه في السفينة. ما الذي يحدث؟ يفسد هذا الولد الشارع كله، الحي كله، البلد كله. وبعد أن يفسد يأتي واحدنا لشاب من هذه العينة ليقول له ارأف بالمجتمع، اشفق عليه، اتق الله في شبابنا. يقول لك وهو يلتمس لنفسه العذر: أرأيت إن استقمت هل تنجو سفينتكم؟ المجتمع كله فسد، إذا استقمت ستغرق أيضا سفينتكم. الخروق كثيرة، في كل بيت من بيوتكم شاب مثلي يضرب بمعوله على جسم سفينتكم، وإن كنت ستحرموني من متعي وستغرق السفينة مرة ثانية. ربما قد يكون هذا صحيحا اليوم بعد أن فسد المجتمع، ربما الجهد الفردي لا ينقذ، ونحن بحاجة إلى جهود جماعية. قد يكون هذا صحيحا، لكنه لم يكن صحيحا يوم فسد أول شاب وسكتتم عنه وقلتم إنه يخرق مكانه وحده. حين تخرج فتاة مستهترة تتقطع في مشيتها، تتكسر في حركتها، تتفوه بكلمات متلمذة على متاع الحيوان، تلقي على الشباب قنابل شهوانية تسيل لعابهم، تخرق ثوب الحياة، تتبرج تبرج الجاهلية الأولى بحجة أنها حرة. ويسكت الناس يتركونها، إنها تخرق مكانها في السفينة، وبعد حين تسكن وراءها قطيعا من بناتكم تلقيهن في الهاوية. وإذا جئت إلى واحدة بعد أن هلكنا هؤلاء النسوة، بعد أن هلكنا، لو جئت إلى واحدة منهن وقلت لها أنت غدا اشتقي على الجيل، لقالت لا يمكنني، المجتمع كله فسد،
إذا استقمت سأكون وردة ستدبل في صحراء أفلاككم. ربما قد يكون صحيحا أن فتاة لا تصلح مجتمع، وردة لا تصنع ربيع اليوم بعد أن تسحر أرض المجتمع، ولكن لم يكن ذلك صحيحا يوم خرجت أول فتاة إلى الشارع وقلنا لا علاقة لنا بها، إنها تخرق مكانها وحدها في السفينة. يقول كاتب، شاعر، صحفي، ممثل، مخرج بنشر الفساد بين ربوع المجتمع بحجة أنه حر في التعبير عما يريد، ويسكت الناس لا علاقة لنا به، إنه يخرق مكانه. بعد حين يقبل المراهقون والمتسلطون على إنتاجه، فيكتب من ورائكم ثراء عريضا وجاها وربما نفوذا في بعض الأوقات، ويغري نجاحه غيره من الكتاب فيشكلون قافلة من الكلاب المسعورة تفتك في جسم المجتمع. وبعد أن فسدت شريحة هؤلاء المتسلطون على تعليم أبنائنا، لو جئت إلى واحد منهم وقلت لهم أيها الكاتب، أيها الشاعر، أيها الصحفي، أيها الممثل والفنان، اشفق على أبنائنا، لقال لك ماذا أصنع؟ أنتم الفاسدون، نحن نؤلف ونكتب حتى رغباتكم. الناس أصبحوا لا يريدون كلاما جادا، مقالا نظيفا، فيلما ثقافيا. الناس يريدون صحيفة عارية، أفكارا عارية، أدبا عار، صورا عارية، أفلاما عارية، مجتمعا عار. وهذا أنني أنا الكاتب والشاعر، هذا أنني تبت واستقمت. من الذي يقرأ؟ من الذي يقرأ مقالاتي ويشاهد مسلسلي؟ وبالتالي من يشتري؟ وبالتالي كيف أؤمن السيولة اللازمة لاستمراريتي؟ قد يكون هذا صحيحا اليوم بعد أن نفسدوا مجتمعنا، ولكن لم يكن ذلك صحيحا يوم خرج أول كاتب وشاعر على ديننا وسكتنا وقلنا إنه يخرق مكانه في السفينة. يقوم طالب يغش في الامتحان بحجة أنه حر في تحديد مستقبله، وتسكت الرقابة قد شفقة على مستقبل هذا الولد، أو طمعا فيما عند أمه من مكافآت، أو خوفا من والده إن كان من الذين أنتم تخافون منهم جميعا. ربما فينجح الطالب دون عناء ويغري نجاحه طلبة آخرين يروحون يعبثون كل سنة وقبل الامتحان يحضرون الراشدات اللازمة. وقد ينجح الطالب الغشاش ويرسب المجدون، وقد يدخل الجامعة ويبقى المجدون في الشارع يدفعون عربة الخضار، لأن العلم والذاكرة قد تخونه لحظة الامتحان، بينما الراكيسة لا تخون كل شيء مدون.
حينئذ سيتشكل قطيع من الغشاشين. ولا عجب حينئذ أن ترى في المجتمع المعلم الغشاش، المهندس الغشاش، الطبيب الغشاش، المحامي الغشاش، القاضي الغشاش، المسؤول الغشاش، الإداري الغشاش، الخطيب الغشاش، الشيخ الغشاش، العالم الغشاش، الإمام الغشاش. لما؟ لأنهم جميعا هو ذلك الطالب الغشاش الذي سكتنا عنه وقلنا لا علاقة لنا به، إنه يفرق مكانه في السفينة. يقوم والد ضعيف الشخصية يترك أبناءه في الشارع يتلقون تعليماتهم من كل رائح وغاد، يسكت أبناء الحي. لم لا تنكرون؟ يقولون لا علاقة لنا به، إنه يربي أبناءه بالشكل الذي وفي النهاية هو الخاسر، لا علاقة لنا به. عليك بنفسك، لا يضرك من ضل. ما الذي يحصل؟ ينطلق هؤلاء الأبناء المتسلطون إلى المواخر وبيوت الفاحشة، يستمتعون بالتحلل من القلوب والتفلت من الضوابط، يتمتعون بلذة الهبوط والمزاج المنحرف والكيان المقلوب. هذه المتع تغري غيرهم من أبناء الشارع والحي والقرية، فيقتدون بهم وينجرفون وراءهم والأعداء نائمون، ولا يصحون إلا وهم يجدون أن الأبناء قد تفلتوا. يحاولون حينئذ أن يفرضوا قيودا قاسية على أبنائهم، فيجدون الرد القاسي من الأبناء. ما يدور في مجتمعي أكثر منك. أنت خلقت لزمن وأنا خلقت لزمن جديد. أتريد أن تستعبدني بما تنفق علي؟ نعم، أنت ملزم بالإنفاق علي لأنك أب، لكن لا تستطيع أن تتدخل في أمري لأنني أنا شاب، أنا رجل مثلك. تقول البنت لأبيها وأمها: ما هذه الرقابة؟ ما هذه القيود؟ اخرجي، لا تخرجي، لا تصاحبي، لا تذهبي، ما هذه؟ أتظنون أنكم الرقباء على ضميري، الأوصياء على سلوكي؟ أنا الرقيبة على أخلاقي، أنا الوصية على نفسي، لست طفل البارحة. أتظنون أنكم برقابتكم ستحمونني من السقوط إذا أردت السقوط؟ هكذا تقول. ثم ما هو السقوط والشرف؟ هل هو في الملابس؟ هب أنني انكشفت شيئا عن بدني، هل سأفقد هذا العضو المكسور؟ هب أنني خرجت في أمسية، في سهرة وحيدة أو مع ابن جارتنا، ما الذي يحصل؟ هل ستخرب الدنيا؟ أنتم رجعيون، أنتم تنظرون إلى الدنيا بعيون مغلقة مغمضة. دعوني أتمتع كما تتمتع الأخريات. يحصل صراع بين الجيل الجديد والجيل القديم ويسكن الآباء. الأبناء متمردون، البنات متفلتات. أيها الشيخ أفتني،
هل سيعاقبني الله بسلوك ابني؟ لا أقدر عليه، إنه رجل يستطيع أن يضربني. هل سيحاسبني الله؟ نعم سيحاسبك الله، لكنني لا أستطيع أن أغير شيئا من سلوكه. نعم قد لا تستطيع أن تغير اليوم بعد أن غرقت السفينة، ولكن كنت تستطيع سابقا يوم خرق أول خرق في جسم سفينتك وسكت وقلت لا علاقة لي به. يوم أهمل أول أب أبناءه وقلت لا علاقة لي به، إنه يخرق مكانه في السفينة. حين يقوم موظف يرتشي يسكت الناس عنه، يسكتون إما بدافع الحاجة إلى ما في يديه أو خوفا منه إن كان من ذوي النفوذ، يسكتون. ويجمع هذا المرتشي ثراء عريضا سهل المورد، لا يقبل الخسارة والكساد، نجاحه يغري غيره، فيتشكل لدينا قطيع من المرتشين، فلا يحق حق ولا تسير معاملة إلا بقوة دفع من الرشوة، إلا بوقود، وبدون الرشوة توصد الأبواب في وجه ذوي الحقوق. لو جئت بعد ذلك إلى واحد من هؤلاء وقلت له يا هذا اتق الله، لقد أفسدتم المجتمع، سهلوا على الناس، من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وظللت تصيح معه ساعة، ما الذي يقول؟ يقول لك هل أنا المرتشي وحدي؟ المجتمع كله مرتشي، من الباب إلى المحراب، من البرج إلى أدنى القبو، الجميع يرتشون. وهب أنني تبت، هب أنني ترفعت عن الدنايا، تعصبت عن الرشوة، هل تظنون أن معاملات الناس ستسير؟ هل تظنون أن سفينتكم ستنجو من الغرق؟ لو سيرت المعاملة من عندي ستقف في الغرفة الثانية. ما الذي يحصل؟ ستحرمونني أنا وحدي من مورد هذا الكبير، وتتركونني أسير الدخل المحدود الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. قد يكون هذا صحيحا اليوم، ولكن ليس هذا صحيحا، ولم يكن هذا صحيحا يوم ارتشى أول مرتش وسكتتم عنه وقدمتم له الرشوة وقلتم لا علاقة لنا به، إنه يخرق مكانه في السفينة. لا أريد أن أطيل عليكم، الأمثلة كثيرة، أنتم تعرفونها أكثر مني، لكن كل هذه الأمثلة التي أوردناها تدور حول محور واحد: خرق في جسم السفينة لا يجبر، يسكت عنه، لا يلحم، تتدفق المياه بعد ذلك إلى جسم السفينة فتغرق. كل هذه الأمثلة ما قلتها وما لم أقلها وما أنتم أعلم بها مني، أو ما أنتم أعلم بها مني، كلها تقول صدق رسول الله. نحن لسنا إلا ركاب سفينة تتقاذفها الأمواج، تتدافعها الأعاصير، والقضية بالنسبة لنا جميعا هي قضية حياة أو موت، قضية نجاة أو غرق. فإما
أن تحسوا بوحدة المصلحة وتأخذوا على يد المسيء والمفسد فتنجو السفينة وينجو المجتمع، وإما أن تهملوا وتتقاعسوا وحينئذ يتسع الخرق على الراقع وتتدفق المياه إلى سفينتكم فتحدث الطامة التي تغرقكم جميعا. نعم أيها السادة، أنتم ركاب سفينة واحدة، إما ناجية بكم جميعا وإما غارقة أيضا بكم جميعا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أنتم ركاب سفينة واحدة، إما ناجية وإما غارقة، فلا ينبغي لبعضكم أن ينفصل عن البعض، ولا ينبغي لبعضكم أن يلتفت عن البعض، ولا ينبغي لأحدكم ألا يهتم بأخيه، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إنه الرباط الذي يريده الله لكم يا ركاب السفينة، رباط الإيمان، رباط المصير الواحد، رباط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رباط التعاون على البر والتقوى لا التعاون على الإثم والعدوان، رباط يقول فيه رسول الله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رباط لا يقول أحدكم فيه: لا علاقة لي بفلان فلن أدخل قبره. رباط لا يقول أحدكم: ليس لك علاقة بي فلن تدخل قبري. رباط المصير الواحد، رباط القبر الواحد، رباط الإيمان بالله الواحد. فلنصح إذا من غفلتنا، لنتنبه من رقادنا، لنعاهد ربنا في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك، لنعاهد ربنا وربان سفينتنا محمد صلوات الله عليه وسلامه أن نحرص على سلامة السفينة وركابها، لنأمر بالمعروف، لننهى عن المنكر ولو منكرا واحدا في أسبوع. نحن في هذا المسجد ما يقارب 1000 رجل، لو أن أي واحد منا غير منكرا في أسبوع، منكرا واحدا في سلوكه، في سلوك أخيه، في سلوك عائلته، في سلوك حيه وبلده، منكر واحد، هذا يعني أننا سنغير 1000 منكر في أسبوع. والسنة 48 أسبوعا، أي أننا في مثل هذا اليوم من السنة القادمة سنغير 48,000 منكر، لنلتزم بإنقاذ فرد من أبناء السفينة، فرد واحد كل سنة. أنقذ شخصا واحدا من رفاقك، شخص واحد اصحبه معك إلى بيت من بيوت الله، تجد السفينة كيف تنجو. أنتم اليوم 1000 رجل، في السنة القادمة لو أصلح وأنقذ كل واحد منكم واحدا ستكونون 2000، وهكذا سيتضاعف الرقم. لا تظنوا أن المسؤول عن السفينة هو الربان، ليست المسؤولية على العلماء أو على الخطباء أو على أهل الحل والعقد، وإن كانت مسؤوليتهم أكبر. أنتم جميعا
ركاب السفينة، وعليكم أن تضحوا بأهوائكم، بشهواتكم، بأموالكم، بأنفسكم في سبيل نجاة السفينة. إذن لنسعى، لنأمر بالمعروف، ولا نيأس من روح الله، حتى لو وجدنا السفينة تغرق، حتى لو غرقت السفينة بك أنت، فشتان ما بين غريق وغريق، شتان ما بين غريق يذهب إلى النار وغريق جاهد ونهى عن المنكر وأمر بالمعروف، حتى غرقت السفينة فاستقبلته الملائكة: سلام طبتم فادخلوها خالدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لقد فتح الشيخ محمد معشوق الخزنوي عينيه على الحياة لأول مرة في قرية تل معروف جنوب شرق قامشلو في أواخر كانون الأول سنة 58 و900 وألف. ولله در أبيه، أسماه معشوقا عربونا لعشقه لهذا الوليد. بدأت علاقة الشيخ معشوق بالدراسة، حيث جلس على مقاعد المدرسة الابتدائية في مسقط رأسه تل معروف، حيث نال الابتدائية كي يبدأ رحلته التعليمية على صعيدين في آن واحد، هما الدراسة في معهد الخزنوي للعلوم الشرعية، ومن ثم متابعة تحصيله الدراسي النظامي، إذ تقدم لخوض امتحانات الشهادة الإعدادية عام 74 ونال الثانوية سنة 77، ثم التحق بالدراسة في معهد إسعاف طلاب العلوم الشرعية في دمشق، والذي كان يسمى آنذاك بمعهد الأمينية، إذ قبل مباشرة في السنة الأخيرة، ونال شهادة هذا المعهد سنة 78 وبامتياز. وهذا ما حدا بإدارة المعهد لترشيحه لاستكمال دراسته في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث نال درجة الليسانس في الشريعة عام 84، ليعمل بعدها في مجال الدعوة مدرسا وخطيبا في المساجد والمعاهد الشرعية في أكثر من منطقة في سوريا، وهو ما كان يشغله عن متابعة دراسته العليا إلى وقت متأخر، لا سيما وأنه كان قد تزوج في سن مبكرة من حياته، وتحديدا في عام 73، حيث نال درجة الماجستير في العام الأول بعد 2000 من كلية الإمام الأوزاعي في لبنان عن أطروحته الأمن المعيشي في الإسلام. كذلك درجة الدكتوراه من جامعة كراتشي في باكستان عن أطروحته التقليد وأثره في الفتن المذهبية. مضنية كانت رحلة الشيخ الشهيد، متعبة كانت، لكنه لم يكل ولم يتعب. لقد عمل أثناء تحصيله الدراسي مدرسا في معهد تل معروف حتى سنة 89 كي يبرح تل معروف دون أن يعود إليها بعد خلاف، لا سيما وأن بواكير رؤاه صارت متضحة الملامح. وقع اختيار الشيخ على مدينة إدلب كي تكون أولى محطات هجرته لأسباب كانت واضحة في رأيه، وهي حيادية هذه المدينة وابتعاد من فيها عن أي سطوة قد تنعكس سلبا عليه، وهذا ما وفر له جوا ارتاح إليه كثيرا، حيث مارس قناعاته بكل حرية بعيدا عن الصور التي هرب منها، وإن كان سيواجه صور من نوع آخر، لسيما أثناء ممارسة نشاطه خطيبا في جامع أبي ذر الغفاري ومدرسا في الثانوية الشرعية، ناهيك عن الدروس التي دأب عليها طلبة العلم في مساجد المدينة، تاركا بصماته في هذه المدينة، لسيما من خلال دعوته إلى هدم كل جدار وهمي لا يعرفه الإسلام، حيث أنه أول من افتتح معهدا لتعليم القرآن الكريم للبنات، وهو دليل على سعة أفقه ووفائه لرؤاه ومحاولته ترجمتها مهما كانت ضريبة ذلك غالية. العلاقة بين قامشلو والشيخ متميزة، إنها تشبه علاقة الطائر بعشه، إنها تشبه علاقة الليث بعرينه، الحبيب بحبيبه،
ها هو ذا يعود إلى هذه المدينة بعد رحلة الغربة المريرة، بعد رحيل والده الشيخ عز الدين رحمه الله، يستظل في أفيائها الوارفة، يدفعه إلى أحيائها وشوارعها ووجوه أناسها شوق جد غريب، كي يعمل خطيبا دون أجر، وتكون انطلاقته الأولى في جامع صلاح الدين، ثم لينقل إلى الجامع الكبير، ثم لينقل إلى جامع قاسم، يلقي خطبة أينما حل. لكن نوعا آخر من الضغوطات بات يتعرض لها، وبأشكال مؤلمة. فها هو لا يكل عن حمل لواء رأيه متنقلا من منبر إلى منبر، لكنه يمنع من قبل السلطات على نحو نهائي في محطة جامع قاسم، ولا يسمح له بالعودة إلا بعد سنوات كي يستأنف الرحلة في جامع سلمان الفارسي لتزداد قبضة التضييق عليه. من ثم قام بإنشاء مجمع البر الإسلامي في حي حلكو الفقير، هذا المجمع الذي سيتغير اسمه فيما بعد إلى مجمع الشهيد معشوق الخزنوي الإسلامي بعد استشهاده، وهو مجمع خطط الشهيد الراحل ليكون مسجدا ومدرسة ومستوصفا وروضة ومعهدا لتعليم اللغات والحاسوب، وفق الله القائمين عليه لتمامه. منذ بداية وعيه حاول الشيخ الشهيد أن يخط لنفسه مسارا مختلفا، ليس ولعا في الاختلاف، بل منطلقا من رؤية خاصة به. هذه الرؤية التي استخلصها من خلال رحلة في بطون الكتب وتشكيل قناعات خاصة به تبلورت يوما بعد يوم. لقد كان الشيخ الشهيد ظاهرة استثنائية بين رجال الدين السوريين، فالشيخ الشهيد يرى أن الكرامة الإنسانية ثابتة لكل بني آدم بتكريم الله له، بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو النسب أو اللون أو التابعية. ومن هنا وجب التعارف والتعاون والتكافل بين جميع الجماعات البشرية، تعاونا يقوم على الحق والعدل والمساواة، لأن حقوق الإنسان مكفولة لكل فرد ولكل جماعة كما أقرتها الشريعة الإسلامية واللوائح الدولية لحقوق الإنسان. ومن هذا البعد الإنساني يجد الشيخ الشهيد نفسه في خندق الدفاع عن قيم الديمقراطية والعلمانية، وفصل الدين عن الدولة، وحقوق الإنسان، وتمكين المرأة، وإدانة العنف والإرهاب، ويعتبر أنه من الضروري تحطيم سلطة رجال الدين وإحياء الاجتهاد الإسلامي وفتح أبواب الإصلاح والتطوير وفق قاعدة احترام التعدد وحرية الاختيار من الفقه الإسلامي، ونبذ التقليد الأعمى والتعصب والإقصاء والإلغاء والتكفير. وهو يرى أن رجال الدين في معظمهم يشكلون استنساخا فكريا لابد من مواجهته بدعم حرية الفكر والإبداع ونبذ ممارسة الإرهاب الفكري، سواء من قبل المراجع الدينية أو اللوبي الشعبي وما يسمى بالعامة الذين يتحكمون من خلال الجاه أو المال في كثير من القرارات والفتاوى الشرعية، ويطالب بإحياء مقاصد الإسلام الكبرى ومنحها دورا حقيقيا في التشريع كالتوحيد والعدل والخير والحب والجمال والعفاف والطهارة والحرية والمساواة والشورى وحسن الخلق. ويرفض الشيخ الخزنوي الإسلام السياسي، ويرى أن الإسلام يمتلك منظومة أخلاقية من العدل والمساواة والشورى وإصلاح شؤون الناس، ولكن هذا لا يعني أن نصل إلى حد الادعاء أن لنا في الإسلام نظاما سياسيا متكاملا تجسد في سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه في قيادة مجتمعاتهم كما يحلو لبعض الإسلاميين أن يدعي. ويضيف أن الإسلام السياسي يناقض نفسه حين يدعو إلى فكرة الحاكمية لله، ويقتبس من الحديث الشريف قول النبي لأحد قادته: فإنهم أنزلوك على حكم الله فلا ترضى، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك. ليس من حرج في الدعوة للعلمانية. ويستنتج الشيخ الشهيد
أن المسلمين ليس عليهم فقط ألا يتحرجوا من العيش مع أي نظام علماني ديمقراطي يؤمن بفصل الدين عن الدولة، بل عليهم أن يدعوا هم إليه، لأن الإسلام دين الله، وهو أسمى من أن يكون مطية لطاغية أو شماعة لجرائمه كما حصل خلال التاريخ. وإننا اليوم بحاجة ماسة إلى أن نضع الحكام أمام مسؤوليتهم وننأى بالدين عن تصرفاتهم لتتمكن الشعوب من محاسبتهم ومحاكمتهم. فقد ولى عهد الأباطرة الذين كانوا يخدعون شعوبهم بأنهم يحكمون باسم الله. ويدافع الخزنوي عن الأفكار الليبرالية في الرأي والرأي الآخر والتعددية وحق الاختلاف وحرية الرأي وحرية الكلمة وحق التعبير وإعذار المخالف، التي يعتبرها البعض مصطلحات غريبة وغربية، ولكنه يؤكد أن المنجز الديمقراطي اليوم مؤسس عبر تاريخ الثقافة الإسلامية، بل إن كثيرا من مصطلحاته ورموزه كانت محل استعمال في الأداء العربي اللغوي. ويضيف أن الرؤية الإسلامية للديمقراطية تعرضت للاغتيال على يد الفقهاء والسلاطين، وانتقل الموقف السياسي من الاجتهاد إلى مزيد من القمع والقهر، ورسمت الأحكام القاسية الرهيبة تحت اسم مكافحة الزندقة، وتضمنت هذه الأحكام السجن والصلب والسحل والقتل. ويتبنى الخزنوي موقفا متقدما من مسألة تمكين المرأة، وهو يلوم المفكرين وعلماء الدين بالتراجع عن فكرة حركة النهضة والتنوير التي تبناها العلماء المتنورون في القرن الماضي. أما هو فيرى في المرأة شقيقة الرجل، بمعنى أنها تتمتع بكل المزايا والصلاحيات، لا فارق بينها وبين الرجال إلا ما جاء نص صحيح ثابت من الكتاب والسنة قطعي الدلالة بخلاف ذلك، أي بتمييز أحد الجنسين على الآخر لعلل محددة تتغير فيتغير الحكم بتغيرها، وذلك فقط في حدود ما أمر به النص الشرعي من غير أقيسة فاسدة أو خيالات مريضة شاطحة أو إسقاطات نفسية متشنجة. ويدين الشيخ الشهيد مطلقا فكرة الإرهاب المتمثلة في التعدي على الحياة الإنسانية بصورة باغية متجاوزة أحكام الله، تروع الآمنين وتعتدي على المدنيين المسالمين، تجهز على الجرحى وتقتل الأسرى. ونشجب هذه الممارسات ونرى أن وسائل مقاومة الظلم وإقرار العدل لابد من أن تكون مشروعة، فالخطأ لا يعالج بالخطأ، وندعو الأمة للأخذ بأسباب القوة لبناء الذات والمحافظة على الحقوق، ونعي أن التطرف تسبب عبر التاريخ في تدمير بنى شامخة في مدنيات وحضارات كبرى. إن الإسلام معدن ثمين كما عبر عنه الشيخ الشهيد، ولكن ما حدث هو أنه عبر رحلة 14 قرنا تراكمت عليه الكثير من الأدران والدنايا التي تعيش عليها طفيليات كثيرة، وإذا ما أردت أن تزيل هذه الطفيليات عن المعدن الثمين هبت في وجهك لئلا يعود الإسلام إلى المسار الصحيح. لقد كان الشيخ مشروعا إسلاميا كرديا للعالم. لقد قال إن البعض قدموا الإسلام مشوها عن طريق السيارات المفخخة، والبعض الآخر عن طريق الميوعة والأفكار التكفيرية، والرهان علينا اليوم نحن الكرد أن نقدم للعالم إسلاما معتدلا بدون ميوعة ولا سيارات مفخخة ولا أفكار تكفيرية. ولأجل ذلك كان يقول ما من أمة إلا وأدخلت الإسلام عبر فلترها الخاص، ولذلك يجب أن يكون هناك إسلام خاص بالكرد يصون ويحافظ على تقاليدهم بما لا يتعارض وجوهر الدين الإسلامي الحنيف. القضية الكردية. لقد نظر الشيخ الشهيد محمد معشوق إلى القضية الكردية فآلمه واقع إنسانه الكردي الذي طالما خضع على أيدي إخوته المسلمين، وتنطع للوقوف في الخط الأول مدافعا عن هذه القضية انطلاقا من ضخامة حجم الظلم الذي لحق بهذا الإنسان، دون أن يدفعه هذه النصرة لإخوانه وبني قومه الكرد إلى اتخاذ موقف عنصري
لأنه كان يرى أن يكون مسلما حقيقيا يعني أن يكون مدافعا عن قضية هذا الشعب. إيرو تشنا خريف بنا درباس بنا خازم شوار بيشا يكشي دقورزيكا ولوريندا شاريبو أزو فوكسك لقى يهبون إيشير زنامدا يعني غريب وجامير نجوه بس بلكي ركاب المهان بنبينيت بقراها شعب المكير ولو أم برماجيد بهبطي مع سكني فقيرو يا أبو عبد جهينا مسلمانا يا أبو الله فقيرو شاشكوا أفرد هاتي ولو شعوري ولو دار أسكرين يعني يا دوا أزدمشي ملقاي بيراك يقوم يعني شيل بنجي صالي يقول سرير تازيبو بي إشار بيت شكبو دبيقو سروكاوي سرير دكتبي ودبيقو فقير جيقو إيرو عيدها ما أجي وكما خلق عزيه وكتبي أشوف شبابيكو تكتبي يعني شعب المكير وقتها قو أزدبرنا شور دستيخو عبيتا جلك إنزام شلو هذا أبو مرشبو شهادة أبو تشتيقو بدس كد عبيتا سرسريخو أزدبرنا حقيقة ولو إيشام وقتها قو زهاد منها بريدة بيركا كيتيسا شعب المكير مش خورتارا قوت قو قركي قو فاسو فيك جهاتيا يعني دمك شقا أم الله وشيخ وصوفي شقا أم خدي سوجن شقا سوجن مقرانا قو على قامة بملاتي مرة قوة غريب يعني مختلف أسلاب الحلام ملاتي خدي سكنن غريب بين أسكنن أو زلام دميني شاش تاوى الشيخ ريالي بركتيا أفقيرا بيرقاقو سنوية تازي اگر از حلاوه سکنی بانا برینها زانی با صاحبونا ويصاحبونا منا مرنا ويمرنا منا وبري سهسالي اسمالا ويسري بانا ولكن فقير فين كرقو شيخ ملا ناني خد في داخل كده صاحبونا ويشيرا وقتيز بمرم المنابرسي يابو اسمالا تجي شيخ شيرا أو يظن كرتكو تسمع الشيخة وقتكو الشيخ المنابرسي تسمع لا يبرشي. ورغم هذا كان يأبى العمل السياسي المنظم مختصرا دوره في نزع الألغام الإسلامية التي كانت تزرع في وجوه الكرد والمطالبة بحقوقهم في كافة الميادين، مؤكدا أن لا بديل عن الحركة السياسية الكردية فلكل دوره في خدمة القضية الكردية. سئل الشيخ الشهيد ذات مرة: أنك تقترب من حزب ما؟ فقال: إن تحرير الشعوب يبدأ بالعمل، وأنا أعمل، ومن يعمل أيا كان سيجدني بجانبه وفي الميدان. وقال مرة: أنا متطرف في حب قضيتي، وكل من يعمل بهذا النفس سيجدني إلى جانبه. أجل لم يكن عضوا في حزب كردي، لكنه كان يحفز كل كردي أن يعمل قارعا كل النوم للاستيقاظ من سباتهم العميق. حقا لم يقصر الشيخ في الذود عن الإنسان الكردي من خلال منبر جامعه في البداية، ومن خلال منابر أوسع عندما سنحت له الظروف، فرأى نفسه أنه أقرب إلى أكراد حلبشة من مسلمي البوسنة والهرسك، لذلك فإن استغاثته من أجلهم هي أولى، وهو ما فعله في كل مؤتمر حضر. لقد حضر مؤتمر الشباب العالمي في الرياض وتحدث عن الكرد ومجزرة حلبشة، فسمي أحد شوارع الرياض باسم حلبشة، قائلا آنذاك: إن أحفاد صلاح الدين لا يستحقون كل هذا من المسلمين، وتحدث مطولا. عندها نهض ممثل البرابرة في الصحراء المغربية قائلا: مشكلة شعبي مثل مشكلة الشيخ،
فمد الشيخ الشهيد يده إليه مصافحا ومعانقا بحضور السيد عبد الرحمن سوار الذهب رئيس السودان الأسبق، والفلسطيني خالد مشعل، ومفتي لبنان، والدكتور عبد المجيد الزنداني. الثقافة والتراث الكردي. لقد أولع الشيخ الشهيد بالثقافة والتراث الكرديين. صحيح أنه وبسبب ظروفه لم يكن متفرغا للاشتغال عليها كما ينبغي، لكن تلك الروح الشفافة لديه كانت تتوقه إلى حب الجمال، فكان خير متذوق له. لقد أحب الرقصات الكردية الشعبية، ولعل مثل هذا الحب خصيصة امتازت بها أسرته الخزنوية كما قد لا يعرفها الكثيرون. لقد شغف الشيخ نفسه بالرقص، ووجده المقربون منه أكثر من مرة وهو ينخرط في حلبة الرقص الكردية، يرقص شيخاني، بل ويغني أغنية مؤثرة بالنسبة إليه كان ألفها ولحنها بنفسه، بل وتناول مطلع أغنية كردية معروفة وبدأ يضيف إليها أبياتا راح ينشدها على طريقته مراعيا ألحان الأغنية، وللأسف لم يتم تسجيلها بصوته. شهيد نمرين دلي مدى لازم خوينا وما بهذا قردي، لازم خوينا وما بهذا قردي، جبو حقي جياني قربانتكن، جبو حقي جياني قربانتكن، حتى كاس مظلوم نميني، جبو كاس بين داستنا ميني. آقر كتيا دل من خونك ذجا ذمن، آقر كتيا دل من خونك ذجا ذمن، ومزور جاف دور خستن بهفراد استخا هلدن، ومزور جاف بار شكرن بهفراد انقخا هلدن. ولقد كان عرس ولده بدر الدين علامة فارقة في تاريخ منطقة الجزيرة، دعا إليه كافة ممثلي الطيف السياسي، وفي فترة حرجة من تاريخ هذه المنطقة حيث جاءت بعد انتفاضة قامشلو، كسر الطوق المضروب حول الكرد آنذاك، ودعا الفرق الكردية لإحياء تراثها على مسامع ومرأى الجميع. حلم الشيخ معشوق بإقامة معرض للتراث الكردي بقامشلو، وكان ذلك في رأس أجندة مشاريعه، لكن وللأسف لم يتمكن من تحقيق مثل ذلك الحلم تماما، مثل ذلك الحلم الكبير الذي حدث الكثيرين عنه في تأسيس معهد لتدريس اللغة والثقافة الكردية، معاهدا أن يكون بنفسه أول طلاب هذا المعهد. أصلاً تكلم قوارث كرمانيا مش كسوي نسيتي تلوه بيهتر شوي عربيا ما يخش. وأجر شكستنا كرمانيا مذهبي نسوا جملة. أجر مدرسة مهبنا معلمات باسمانة ما يديك شاندا ما كولترا ما مطلقة وكرمانجيا مبتشنها باشتر بانا، ولكن روكيكو مدرسة وشيربين متيدا بسجلين أزيل كرمانجيا خوزي بك. لم يعرف الشيخ الخوف، وكان على الدوام يقول كلمته في وجه آلة القمع، على الرغم من أن رموزا من السلطة هددوه ما لم يرعوي، إلا أنه واصل أداء رسالته
دون أن يتأثر بهذا الوعيد وذاك التهديد. لقد حطم الشيخ الشهيد جدار الخوف، فكان أول من استقبل السفارات الأوروبية في مكتبه لدراسة أحوال الكرد. از هاتم جوانا بيجن ام تمام دست بدست ياك بياك ام خديه بملتنا. وقت سروك دبيجي القومية الكردية جزء من النسيج السوري. معناه حكم ناس بو مكوري في ولاطي سعران بو سعران غير ما يعني معناه شخوي حبس شيء مينا دركتن سندانا. معناه شخو معناه طلابي ما يقو فصل بون الجامعات وفقري برقو أصبح جزءا من النسيج السوري. أو سياسة هزاري قو نفوسي وانين شخوي نفوسي وفقري برقو أصبح جزءا من النسيج السوري. وقتی ازودت شونه وظیفه که ام خم وظیفینن فرعکی مخابرات دبندت نیبسند گو کردی من اصل ترکی نما کاری بنیبسینی. وقتی گو ازودت وظیفه که دبون بجرد قلم عنصرك مخابرات برنامج جو خطر على امن الدولة نما كاري. كردستان بيجي كردستان بيجي كردستان بيجي كردستان بيجي كردستان بيجي كردستان بيجي. زمانك إذا بيراوا ديو بابي من نابل المذكرن وقتك ونابل خدشيان دا نفوسي نابل دا تقهرتن قيماوي ندهت قد ديني كاوا شيار فلان نما كاري يرو ديني تو بابو كالي خوا تاريخ خوا چان داوا ونابي قنده خوا نابك داني بو دهات النابي وقنده ودقارتن أفرتكن يرو تخذ بيدا قوست مكو نابي قنده ما مثلا كركي حجير أبو نما كاري ديني تلتين. وقتی زارونا وهابون لیسانس بوارنا ماجستير بوارنا دكتوراه بواريا مگو گیزر هاد فروشن ام نما گیزر هاد فروشن. وقتی گو از جزء من النسيج السوري بم اذا الحكم ابحى قيمتين گو نون معناه خد حلال متكي. وفي 10 من أيار قامت عصابة من الأجهزة الأمنية باختطاف الشيخ الشهيد، وعبر استجوابات كثيرة تعرض لها ليتنازل عن قضيته العادلة، مورس في حقه آنذاك كافة أشكال الترغيب والترهيب. وعندما وقف الشيخ الشهيد كالجبال الراسية في وجه جلاديه لم يكن من بد إلا الترهيب، فتعرض جسد الشيخ الرقيق لعمليات وحشية من التعذيب نقل على إثرها إلى مشفى تشرين العسكرية بدمشق، حيث حاولت تلك الجهات إنقاذ وإصلاح ما يمكن من ممارستها الوحشية بحقه، إلا أن قدر الله قد جاء وعلى إثرها فارق الشيخ الشهيد الحياة. وأيضا قامت العصابة المجرمة من غير أن تأخذها شفقة أو رحمة، بل على العكس تماما أرادت استغلال اغتيال الشيخ الشهيد لخلق فتنة عرقية ومناطقية عبر دفن جثمان الشيخ الشهيد في أرض مدينة دير الزور. وفي الأول من شهر حزيران اختلقت الأجهزة الأمنية رواية مفقودة المصداقية، وقامت بممارسة أولى حلقاتها عبر اصطحاب أنجال الشيخ الشهيد وبأسلوب أمني عصاباتي إلى مدينة دير الزور لتسليمهم الجثمان الطاهر، وثانيا عبر إخراجها مأجورين يعترفون بالجريمة. في صبيحة الأول من حزيران وعند 11:00 تلقت مدينة قامشلو نبأ الفاجعة المزلزلة، وخرجت بشيبها وشبابها ورجالها ونسائها تعلوهم غضبة، متجهين لاستقبال الجثمان الطاهر مرددين الشعارات:
قامت الجماهير الكردية توديع الشيخ الشهيد، حيث قامت بلفه بالعلم الكردي ليضيف اسمه إلى أسماء الخالدين من علماء الكرد، من أمثال القاضي محمد والبرزني الخالد، وبالصلاة عليه في جامعه بحي حلكو، ثم دفنه في مقبرة قدوربك بجانب إخوته شهداء انتفاضة 12 من آذار. لقد رحل الشيخ الشهيد دفاعا عن مظلومية شعبه، تاركا بصمات واضحة في تاريخ الكرد، شهيدا لها، حيث استجاب الله دعوته التي دعاها على جبل عرفات عندما حج إلى بيت الله الحرام عام 82، حيث قال: اللهم أمتني مظلوما لا ظالما، اللهم أمتني شهيدا. وعندما سأله أحد أصدقائه: كيف تموت شهيدا ولا حرب بين الإسلام وأعدائه؟ فأجابهم الشيخ الشهيد: من مات دون حقه فهو شهيد. لست بحاجة، إذا كان البعض بحاجة إلى أن يحتفل بالموت، فأنا أحد الناس الذين هم ليسوا بحاجة إلى أن يحتفلوا بالموت، إلا إذا تمكنا أن نحول الموت إلى حياة. من الذي نومكم؟ من الذي أفهمكم أن الحياة لا توهب إلا للموتى أمثالي وأمثالكم؟ إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. دماء الشهداء يجب أن تكون قطراتهم سقيا لشتلات حقوقكم. لن نسمح بعد اليوم أن تنسوا شهداءكم، لكن الحقيقة أن من يطلب من أحد أن يشتم أهله ينبغي أن يبصق في وجهه. اسمح لي أن أقول لك ولأمثالك من شهداء هذه الأمة: نحن جميعا، أنا وأنتم وكل أبناء شعبك يا فرهاد، نحن شركاء في دمك، شركاء في هدر دمك، لأننا نمنا حقبة طويلة كلنا شركاء في دمك، كلنا أسلمناك، كلنا خذلناك أنت ورفاقك. يوم لم نسأل عنكم، يوم لم نسائل جلاديكم، يوم لم نطلب محاكمتهم، من السهل جدا أن يصدر مرسوم يخرج السجناء من السجون، لكنه لا يمكن لكل مراسيم الدنيا أن تعيد حياة فرهاد ونيفا و20 من شهدائنا. فقط مرسومكم أنتم إذا عزمتم على الحياة وحاولتم أن تقفوا على أرض صلبة لتطالبوا بحقوقكم كبشر. أنا أعلم أن نصر الله قريب، ولكن نتمنى جميعا أن لا نموت قبل أن يقف أضعف رجل منا على قبرك ليقول: ها نحن أحيينا شهداءنا